عمرك سألت نفسك ليه بتبدأ في حاجات ومفيش نتيجة رغم إنك بتتعلم كتير؟ ليه بقينا مشتتين ومش عارفين نتعلم إيه؟ في الزمن ده بقى عندك مليون طريق، وكل طريق حد بيقولك إنه الفرصة اللي هتغير حياتك. مرة يقولك البرمجة هي المستقبل، ومرة التداول، ومرة الذكاء الاصطناعي، ومرة الفريلانس، وفي الآخر تلاقي نفسك بدأت 10 حاجات وما كملتش ولا حاجة. المشكلة مش إنك كسلان، المشكلة إن كتر الفرص خلتك حاسس إنك لازم تلحق كل حاجة قبل ما تفوتك، وده اللي اسمه الخوف إن الدنيا كلها بتتقدم وإنت واقف مكانك. أخطر حاجة ممكن تعملها لنفسك إنك كل يوم تغير طريقك، تدخل كورس، تتحمس يومين، تزهق، تسيبه، وتدخل على ترند جديد، فتعيش طول عمرك بتبدأ لكن عمرك ما توصل. وده لأن التركيز اتقسم على 20 اتجاه، وعقلك بقى مليان معلومات بس مفيش مهارة حقيقية اتبنت. كل حد على الإنترنت بيشدك ناحيته، واحد يقولك تعال اتعلم التداول وهتكسب آلاف، والتاني البرمجة هتخليك مليونير، والتالت ابدأ دروب شيبينج من موبايلك. لكن الحقيقة معظم الناس دي هدفها تبيعك كورس أو اشتراك أو خدمة، فبيزرعوا جواك إحساس إنك في حاجة ناقصاك وإن الحل عندهم هم. طب أعمل إيه؟ بدل ما تسأل إيه أكتر مجال بيجيب فلوس، اسأل نفسك أنا أصلاً عايز أبقى مين؟ إيه الحاجة اللي بتحبها وعندك استعداد تتعب فيها والناس محتاجاها وممكن تدفع لك مقابلها فلوس؟ دي المنطقة اللي ممكن تنجح فيها بجد. المشكلة مش في قلة الفرص، المشكلة في كثرتها. زمان الناس كانت محتارة لأنها مش لاقية فرصة، دلوقتي الناس تايهة من كتر الفرص، كل يوم مهارة جديدة وكل يوم ترند جديد، وعقلك مش قادر يركز. فأنت محتاج تبطل تجري ورا كل حاجة وتركز على حاجة واحدة بس. النجاح الحقيقي مش إنك تعرف كل حاجة، النجاح إنك تعرف إيه الحاجة اللي تستاهل وقتك فعلا. مش لازم تتعلم برمجة علشان الناس كلها بتتعلمها، ومش لازم تدخل تداول علشان شفت حد كسب منه. ممكن جدا تنجح في مجال بسيط لو بقيت مميز فيه. أهم مهارة في الزمن ده التركيز. اللي بيعرف يركز على طريق واحد لفترة طويلة هيسبق ناس أذكى منه بكتير، لكن اللي كل يوم يغير اتجاهه هيفضل طول عمره في نقطة البداية. لو رجع بينا الزمن من الأول كنا هنفكر في 5 حاجات بس: أتعلم إنجليزي كويس، أتعلم مهارة واحدة مطلوبة، أتعلم التسويق والإقناع، أتعلم صناعة المحتوى، أبطل أقارن نفسي بالناس. بس مش لازم أتعلم كل حاجة مرة واحدة. الرسالة الأهم: رزقك مش هياخده حد غيرك. كل اللي محتاجه تقفل الضوضاء شوية وتسمع نفسك. اسأل نفسك أنا فعلا عايز إيه؟ مش الناس عايزة مني إيه؟ لأن طول ما أنت ماشي ورا الترند عمرك ما هتعرف طريقك الحقيقي. وفي النهاية بطل تحاول تبقى نسخة من الكل، وابدأ تبني النسخة اللي شبهك أنت. وافتكر دايما الاستثمار الحقيقي مش ضربة حظ، ده رحلة صبر وانضباط وقرارات هادية بتتجمع مع الوقت لحد ما تصنع فرق كبير في حياتك. كل خطوة صغيرة صح النهاردة ممكن تبقى هي بداية الحرية المالية بكرة. السوق فرصة، لكن العقلية أهم، وإدارة المخاطر مش اختيار، دي ضرورة للاستمرار. التعلم المستمر هو سر النجاح الحقيقي في أي رحلة استثمار. هذا المحتوى لأغراض تعليمية فقط. وفي النهاية شكرا لدعمكم ومتابعتكم المستمرة، مع أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح وتحقيق أهدافكم الاستثمارية.